السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حسب ما أكدته بعض المصادر، إبراهيم أبلغ بالماضي قبل أشهر عبر أحد مساعديه، والبعض يقول أنه وكيل أعماله تواصل مع بالماضي وأخبره أنه لا يريد اللعب تحت إشرافه مستقبلا. بالماضي لا يريد توجيه الدعوة لإبراهيم حتى لا يرفضها ويتم معاقبته بالإقصاء مدى الحياة من المنتخب وعقوبات أخرى تمس اللاعب. رغم تألقه، ياسين إبراهيمي لا يزال تحت الصدمة من التصريحات الكاميرون الأخيرة. إن شاء الله تعود الابتسامة بينهما ويعود العلاقة بينهما. وأكدت بعض المصادر أن العلاقة المهنية بين الرجلين انتهت رسميا مع الاحترام المتبادل بين الطرفين. وفي الأخير، ما رأيكم في قرار إبراهيم بعدم اللعب تحت إشراف بالماضي مجددا؟